الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، حياكم الله عز وجل إلى مجلس مبارك جديد من مجالس حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأسأل الله عز وجل أن نحدوها وندخلها ونرث منها فردوس ربنا الأعلى، ونكون في جيرة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل: الباب 46، باب في زرع الجنة. في واحد فلاح بيحب يزرع، يعني هوايته القمح والشعير والكرسنة والزيتون والنخل، يعني رجل صعيدي فلاح، يعني هويان هذه المصلحة، ودخل الجنة. يوم القيامة هذا الفلاح حابب يزرع، مع أنها جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك أن أعرابيا من أهل البادية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وهو عنده، فقال: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: أوليست فيما اشتهيت؟ شو بدك بالزرع؟ كل شيء عندك موجود. فقال: بلى يا رب، ولكني أحب أن أزرع. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فأسرع وبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. هو بس بذر البذرات، فورا طلعوا وفورا صاروا خضر وفورا انحصدوا وجهزوا، وقال كأمثال الجبال. والله قالوا: تفضل، هذا الزرع. زرع الدنيا تزرع، أول شيء بتفلح، وبعدين بتزرع، وبعدين بتسقي، وبعدين بتدير بالك. وأنا كنت في بعض قرى الريف الغربي، وكانوا يحطوا تحت كل شجرة يحطوا لها مثل جهاز الصوبيا ويدفوها ويعتنوا فيها، خصوصا أيام الصقيع، حتى تثمر وتزهر وتعطي. قال هنيك لا، بس بذر البذرات، طلع الزرع واستوى واخضر وانحصد وتكوم أمامه كأكوام الجبال. ثم قال له ربنا عز وجل: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. هذا الأعرابي يبدو كمان مزوحي، يعني صاحب نكتة، فقال: يا رسول الله، لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من طرائف ما يروى في الجنة. بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعت، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: سلام عليك، يقول لك ربك: تمنيت في نفسك شيئا فقد علمته، وقد بعث الله معنا البذرة. فيقول: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. الله يكرمنا وإياكم. هذا البعض يظنه خيال، لكن هذه حقيقة واقعة. الجنة يا أيها الإخوة ليس فيها مما في الدنيا إلا الاسم، وأتوا به متشابه. الباب 47، ذكر أنهار الجنة وعيونها وأصنافها ومجراها الذي تجري عليه. جاءت هذه الأنهار في القرآن في 3 مواضع، وكل موضع يختلف عن الآخر. قال ربنا عز وجل في البقرة: جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي التوبة قال: جنات تجري تحتها الأنهار. وفي يونس قال: تجري من تحتهم الأنهار.
فمرة قال تجري من تحتها، ومرة قال تجري تحتها، ومرة قال تجري من تحتهم الأنهار. وهذا أيها الإخوة جريان الأنهار عادة ما يبني الملوك قصورهم في التلال العالية وتكون الأنهار من تحتهم. قال فرعون: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الملوك في الدنيا يعني يتباهون بعلو منازلهم على الجبال والتلال وتكون من تحتها الأنهار، فذلك أمتع للنظر وألذ للعين. يقولون أن بعض الكسرى أراد أن يبني قصرا، وطلعوا معه المهندسين وذهبوا في بلاد فارس، فرأوا تل جبل عظيم وجبل مخضر جدا وفي تحته نهر جاري، فاتفقوا أنه وين يبنوا القصر؟ في هذه التلة. وباشر المهندسون بناء القلعة والقصر لهذا الملك. بس المشكلة أنه لما انتهى بناء القلعة والقصر جاء الملك فأعجبه القصر، قصر مشيد عظيم، فلما أطل من بعض شرفات القصر وإذا بكوخ هيك خربوش مبني على ضفة النهر لامرأة عجوز حطابة تحتطب وبتجيب حطب وبتبيع الحطب، فأعجبه القصر. غير أنه يعني فيه هالنقطة السوداء، شو الخربوش هذا؟ قال: أزيلوه، شيلوا الخربوش. فجاء الجند وحملوا البيت هذا ورموه في دجلة وانتهت. جاءت الحطابة في المساء لم تجد بيتها، مهدود مرمي، فجعلت تقول: اللهم أنا كنت غائبة عن بيتي فأين كنت أنت؟ أنا ما كنت هون، كنت غائبة، بس أنت وين كنت؟ يقولون: فجاء إعصار فدمر القصر على أهله في ذات الساعة التي أزالوا فيها بيت هذه العجوز. الملوك معتادة أن تبني، ولذلك جعل الله عز وجل لأهل الجنة منازل في تلال عظيمة عالية ومن تحتهم الأنهار. لكن الفرق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة، أدقق سمعنا الصلاة على النبي، أن أنهار الدنيا تجري في الأخدود، إلها أي مكان تجري، أما أنهار الجنة فإنها تجري بغير أخدود على وجه الأرض. أنهار الجنة تجري على وجه الأرض وليست كأنهار الدنيا لها أخدود ولها ضفاف وتجري. والفرق أيضا أن أنهار الجنة نضاختان كما ذكر ربنا في سورة الرحمن: فيهما عينان نضاختان، قال: تنضخان بالمسك والعنبر وتنضخان على دور أهل الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. العينان تجريان على وجه الأرض ليس لهما أخدود، ويأتي من طيبهما على أهل الجنة كما يأتي رذاذ المطر على أهل الدنيا، لكن هذا الرذاذ يكون مسكا وعنبرا. ثم قال ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه ذكرها ربنا عز وجل ليفرقها عما في الدنيا. الماء إذا بقي في مكانه فترة طويلة يصبح آسنا له ريحة، نحن نسميها زنخة. البحرة اللي عنده بحرة إذا ما شغلها كل يوم كل يومين والمي بقيت فيها راكدة بيطلع عليها هيك طبقة يعني، وهذه يكون الماء آسنا، وهذا ضار. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء أو الغسل بالماء المشمس. الماء المشمس الذي تضربه الشمس ولا يتحرك، هذا الماء بالغالب بتطلع عليه طبقة زفرة.
قالوا وهذه تورث البرص وتورث الأمراض، لذلك نهى عن الوضوء بالماء المشمس غير الجاري. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال هذا الماء اللي في الجنة ليس آس تجري، الجنات جارية ومياه ماشي، لأنها لو بقيت لأسنت، أما ماء الجنة فلا يأسن وليس فيه من الزفر شيء. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن من الحليب، والحليب إذا تركته يوم يومين بحمض، وحتى في البراد بيقعد يومين ثلاثة كمان خلص هذا له عمر. أما لبن الجنة فيختلف عن لبن الدنيا أنه لا يتغير طعمه، ما في داعي للبرادات ولا في داعي للفريزرات، هذه جنة. ثم قال ربنا عز وجل وأنهار من خمر لذة للشاربين ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. الحديث عند مسلم وابن ماجه وأحمد في المسند. لذلك حرم الله عز وجل الخمر على أهل الدنيا وسماها أم الخبائث رسول الله، أم الخبائث. ويلحق بالخمرة كل ما يسكر، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. احفظوا هذا الحديث 3 كلمات، كل مسكر حرام. بيجيك واحد يقول لك المخدرات ما فيها نص بالقرآن الكريم، نقول له النص ما حرمه رسول الله بقوله كل مسكر حرام، وما يذهب العقل حرام إلا في الضرورات الطبية كالتخدير وغيره. أما أن يشرب الإنسان الخمر فيذهب عقله فهذا منتهى الخبث وهي أم الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا خيره قومه بين أن يشرب الخمر أو يزني بامرأة أو يقتل غلاما. ما في قدامك غير 3 خيارات، يا بتقتل الغلام الطفل الرضيع، يا تزني بالمرأة، يا بتشرب الخمر. فراح اختار أسهلها وهي إيه؟ شرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشرب الخمرة فسكر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. معناها هي رأس الشر والخبث. ولذلك الخمر لم يحرمه القرآن العظيم دفعة واحدة، لما كان من تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالخمر. الخمر حرم على 3 مراحل وبعضهم يقول 4 تدريج، حتى استطاع القرآن أن ينتزع الخمرة من قلوب الصحابة ومن دمهم وطبعهم رضوان الله عليهم. قالوا المرحلة الأولى قال ربنا عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مرة سماه سكر ومرة سماه كمان ممكن تأكل عنب وتأكل تمر رزقا حسنا، وسماه سكرا وتركه. في المرحلة الثانية قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكنه لم يحرم الخمر، ترك لك يا بس بنبهك يعني إنه الخمر إثمه أكبر وفيه نفع. قال لك إستاذ البيرة بتروح الرمل تبع الكلى، هذا نفع لكن الإثم أكبر من النفع، فترك الخمرة أكثر الصحابة. بس في ناس قالوا لك الله ما حرمها ظلوا يشربوا، فشرب بعضهم فسكر فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، إنه ذهب عقله. فنزل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طب إذا بده يشرب الخمر ويسكر ويصلي قال لك معناته بلاها، فصاروا يشربون الخمر بالليل من بعد العشاء، يشرب له كاس كاسين إلى الفجر، لأنه ما معقول يشرب خمر الفجر لسه الظهر قريب بده يكون سكران، أو يشرب الظهر العصر قريب، يشرب العصر المغرب قريب.
والمغرب مستحيل لأنه العشاء قريب، لذلك سموا المغرب الغريب، وقته كتير ضيق. فالمرحلة الرابعة نزل التحريم القطعي بقوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أبلغ من التحريم، اجتنبوه يعني ما تقتربوا منه أبدا أبدا. قال أنس: لما نزلت آية تحريم الخمر نظرت إلى شوارع المدينة وإذا بها أودية من الخمر، كل واحد عنده دن طالعوا كسروا كبروا وين الخمر بالشوارع، فصارت الشوارع كلها مثل اللي الأودية من شدة ما خلص الصحابة، حتى أن بعضهم ما استطاع، كرجل يقال له أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، هذا ما استطاع يترك الخمر وبقي يشرب، وكان يسجنه القادة، وآخر من سجنه سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي وقاص في القادسية، وله قصة شهيرة معلومة. واستأذن زوجة سعد قال لها: لك علي عهد الله ورسوله. ما معقول فارس مقدام الحرب شغالة وأنا بالسجن، أعطيني الفرس، وأعطيني فرس مين؟ فرس سعد. ولك علي عهد الله ورسوله أن أعود قبل أن يدرك سعد هذا، برجع السجن، بس أنا ما معقول أقعد بالسجن والحرب قائمة. فأعطته. سيدنا سعد بالمعركة شايف واحد ملثم وعم يذبح ويقتل ويضرب، يا الله، يقول: والله لولا أني تركت فرسي في مربضها لقلت هذه فرس سعد، إيماني مو مخربط أنا، ولولا أني تركت أبا محجن في الأسر لقلت أن هذا أبو محجن الثقفي. لذلك حرم القرآن الخمر على أهل الدنيا وأباحها لهم في الجنة، لكنها من غير إسكار، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال: وأنهار من عسل مصفى، ما في شمع، ما في غش، ما في قطر، ما في سكر، ما في ما بعرف إيه، عسل مصفى، لكنه ليس من النحل، لأن النحل صحيح بيطالع عسل لكن سمته الإيذاء لو قرصك. الله أعلم من أين يأتي عسل الجنة. هذه 4 أنهار من أنهار الجنة لأهلها، أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بدخولها والشرب منها. وأما أعلى أنهار الجنة فهي التي تفجر من تحت العرش، وهي تفجر من الفردوس، والفردوس كما سيأتي معنا في منازل الجنة أنها أعلى منازل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعند الطبراني: الفردوس ربوة الجنة وأعلاها وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأما أجمل وأطيب وأكرم وأعظم أنهار الجنة فهو قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أكرم وأعظم وأطيب أنهار الجنة هو نهر الكوثر الذي أعطي للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال كما في الصحيح من حديث أنس قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر.
طينة هذا النهر مسك أذفر، وحافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. وأبو لهب مو كما قلت لكم مو يعني كلمة ذم، وإنما كلمة مدح، كنية مدح. كان شديد الجمال، وجهه أحمر كأن النار تنفر منه، لذلك سمي أبو لهب. عبد العزى هذا كان عنده ولدين وغيرهم، يعني عنده عتبة وعنده عتيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ولدين في مكة المكرمة، ولده الكبير وبه يكنى القاسم، والطيب وعبد الله، وهي كنى كلها، والعرب كانت تعرف هذا، يعني رجل واحد له كذا اسم. فكان له ولدان صلى الله عليه وسلم، وماتا صغيرين في حياته، وما عنده غير إلا 4 بنات. وهذا عند العرب يسمى أبتر. الأبتر هو اللي كان عنده أولاد أحياء ذكور وماتوا، فيسمى أبترا، أي أنه قطع نسله. فكان أبو لهب إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء الأبتر، وذهب الأبتر. من يقصد؟ رسول الله، أنه عنده أولاد 2 وماتوا. فنزل القرآن الكريم يقول أخذنا لك أولادك الصغار، بس أعطيناك بدل منهم إيه؟ الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني صلاة عيد الأضحى، صلي عيد الأضحى وانحر أضحيتك. إن شانئك، يعني مين؟ أبو لهب، مبغضك هو الأبتر. لكن لما نزلت هذه الآية كان أبو لهب عنده أولاد 2 كل واحد قد الشنتير، فماتا وقطع نسله وذكره. مين طلع الأبتر؟ طلع الأبتر أبو لهب. أما النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فيسر الله عز وجل لبنته البتول الزهراء فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها، يسر لها ابن عمها علي بن أبي طالب. وكان من هذا الزواج الميمون الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين، ومنهما جاءت العترة الشريفة الطاهرة، فلم ينقطع ولن ينقطع نسل النبي الأعظم إلى يوم القيامة. نسل رسول الله لم ولن ينقطع إلى يوم القيامة. بس من مين إجا النسل؟ من بنته فاطمة الزهراء. ولو أن فاطمة تزوجت رجلا من غير بني هاشم لكان ذهب نسل رسول الله. يقول هذا النسل ليس لبني هاشم، هذا مثلا لبني أمية أو بني مخزوم. لكن مين تزوج فاطمة الزهراء؟ علي رضي الله عز وجل عنه وارضاه. وأختم لكم أيها الإخوة بأن أبا بكر تقدم لخطبة فاطمة الزهراء، فأثنى عليه رسول الله خيرا وقال يا أبا بكر أنتظر أمر الله فيها. ما جوزوا، مع أنه في أحد أحب على أبو بكر على رسولنا من أبو بكر، ما في أحد، لكن ما رضي يجوزوا بنته، مع أنه أبو بكر الصديق زوج بنته لرسول الله السيدة عائشة. فجلس أبو بكر مع عمر يقول له يا عمر لا تروحها من إيدك، بنت النبي فاطمة الزهراء اخطبها. فلا زال به حتى جاء عمر إلى المصطفى فذكر فاطمة وأخلاقها وجمالها وحسبها ونسبها وتقدم إليها، فأثنى عليه رسول الله خيرا، وقال أنتظر أمر الله فيه، اتركوها فاطمة. فجاء أبو بكر وعمر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فذكرا له فاطمة وقال له يا عبد الرحمن إنك أكثر قريش مالا، المهاجرين، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد صهرا يكون ممكن،
فلا زال به حتى جاء إلى رسول الله فخطبها، فأثنى عليه رسول الله خيرا وقال انتظروا أمر الله فيه. 3 خطبوها قبل علي، كبار أصحاب رسول الله، أبو بكر وعمر ومين وعبد الرحمن. قال فجاء أبو بكر وعمر إلى سيدنا علي وكان أعزبا، فقال له يا أبا الحسن أين أنت من فاطمة؟ قال ما لي ولفاطمة؟ قالوا تخطبها إليك؟ قال وهل يزوجني رسول الله وأنا لا أملك من هذه الدنيا شيئا ولا شيء إلا لباسه سيدنا علي. قالوا له جرب، اليوم بتحط للولد الفطور 5 أنواع عليه، فاصوليا وبامية وملوخية وسلطة وفتة، بيقول لك شو الأكل هذا؟ ينعل سيد الرجال علي ابن أبي طالب ما معه شيء. قالوا له أنت روح. قال علي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في المسجد، فجلست إليه فقال أهلا يا علي، فسكت، فقال ما لك يا علي؟ قلت لا شيء يا رسول الله. استحى، قال لهم بلى في تمك في حكي، احكي لنا. قال فذكرت فاطمة، فقال لي رسول الله هل معك من مهرها شيء؟ قلت لا يا رسول الله. قال بلى معك الدرع اليمانية، في عندك درع؟ قلت ايه والله مزبوط يا رسول الله. قال بعها وأتني بثمنها. روح. فباع درعه وجاء بثمنها إلى رسول الله، فجعل رسول الله ثمن هذا الدرع 3 أثلاث، فقال له ثلث تشتري به فراشا وثلث أعطاه لبلال وقال تشتري به عطرا، عرس يعني بدها تتعطر، وثلث أعطاه للسيدة فاطمة تشتري به شيء من متاع الدنيا. هذا مهر السيدة فاطمة يا شباب، وزوجها رسول الله لسيدنا علي. لكن السر في هذا الزواج أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن هاشم، وعلي ابن أبي طالب ابن هاشم، لازم يكون العترة اللي بدها تيجي من بني هاشم صافية نظيفة. مشان هيك رسول الله ما جوزها لا لسيدنا أبو بكر ولا لعمر ولا لعبد الرحمن ابن عوف، حتى يظل النسل الطاهر إلى يوم القيامة، نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ومنهما جاءت العترة الشريفة الطاهرة والتي سيكون ختامها الإمام المهدي الذي لم يخلق بعد، ما نمسردب بالسرداب قاعد ناطر الإمام 12. أنا سؤالي لما امبارح أمريكا ضربت مصافي النفط في طهران 30 مصفاة نفط واشتعلت كل طهران، ليش ما طلع دافع عنهم؟ عجل الله فرجه، مسكر الباب عليه، هو المفتاح. طيب شيء عجيب يعني والله يا الإخوة، شيء عجيب. المهدي سيكون إماما للناس في دمشق في مسجد بني أمية عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، حين ينزل عيسى عليه السلام يضع يديه على جناحي ملك يقطر الماء من لحيته المباركة الشريفة كأنما خرج من ديماس، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عند الفجر والمسلمون يصلون وإمامهم منهم، فيتأخر المهدي فيقول عيسى بيده هكذا إمامكم منكم، فيقتدي عيسى ابن مريم برجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا شو يعني إن شانئك هو الأبتر؟ مين طلع الأبتر، أبو لهب ولا رسول الله؟ أبو لهب. النبي عترته وأسباطه وأحفاده باقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الكوثر هذا النهر الذي أعطاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، كيزانه أكثر من عدد نجوم السماء،
قديش في نجوم بهالسماء؟ الكيزان يعني الأبريق واللي بتشرب منهم على طرف النهر أكثر من نجوم السماء. قال ومن أمتي أناس أسقيهم بيدي، لذلك نقول واسقنا من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. الخوف يا أخواننا بعد كل هذا الذي نقرأه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا على الحوض وترد علي أمتي إذ تأتي ملائكة فتخطف أقواما فأقول أمتي أمتي فيقولون يا محمد ليسوا أمتك لو تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا. في ناس يطردون عن الحوض، نعوذ بالله من ذلك، أهل البدع والأهواء والمحدثات والبعد عن المساجد والبعد عن القرآن والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى والبعد عن الصدقات. كنز مخزن هالذهبات والفضيات والدولارات قاعد عليهم، كل يوم بيطالعهم شو بيعمل فيهم، بيعدهم. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. بكرة بيجوا الورثة وبياخذوهن وأنت تعذب بهذا الذي اكتنزته ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هدول لو راحوا على النفوس والنافذة الواحدة بيعطوهم إخراج قيد مكتوب عليه مسلم وهو اسمه محمد أو أحمد أو محمود أو خالد لكن في الحقيقة هو سيذاد عن الحوض ويطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إشاعة كبيرة عند الناس اليوم يقولون لك الإيمان بالقلب أخي، يعني لا في صلاة وبلا صيام وبيهرش فلافل بالنهار مثل بيقول لك أخي الإيمان بالقلب. أصلا كل اللي عم يصلوا بالجامع حرامية، التهمة جاهزة. الإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان في القلب تصديق بالجنان، والإيمان نطق باللسان، والإيمان عمل بالأركان. إذا اختل واحد من هذه الثلاثة ما في إيمان، ما بيكفي. شو يعني إيمان بالقلب؟ إيمان بالقلب بده صلاة، بده صيام، بده صدقة، بده جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويوردنا على الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر ونشرب منه شربة لا نظمأ بعدها حتى نرى وجه الله الكريم. هذا وصلوا وسلموا على من أرسله ربي رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.